انا حاليا في اواخر سنه رابعه طب، ودول 3 حاجات لو رجع بيا الزمن كنت هقولهم لنفسي وانا لسه داخل من باب الكليه. اول حاجه، ما تفتكرش ان اول شهر هو اللي هيحدد مستواك، هتحس ان كل اللي حواليك فاهمين وانت الوحيد اللي تايه. الحقيقه ان كل اللي حواليك تايهين زيك، الفرق ان في ناس كملت وناس قررت من البدايه ان هي مش قدها. تاني حاجة، ما تقيسش مذاكرتك بعدد الصفحات ولا عدد الساعات اللي ذاكرتها، قيسها بعدد الأسئلة اللي عرفت تحلها وكمية الأسئلة اللي حلتها، لأن في كلية الطب الحل مش مراجعة، الحل هو جزء أساسي من المذاكرة. ما ينفعش بأي شكل تكون داخل الامتحان وأنت مش حل أسئلة كتير وحل أسئلة الامتحانات السابقة. تالت حاجة، وديت أنا شايفها أغلى نصيحة وأهم حاجة ممكن تعملها، ما تحاولش تكتشف الطريق لوحدك، اسأل الدفعات الأكبر، اسأل الدكتور، اسأل صاحبك، اسأل وما تخشش على حاجة وأنت ما انتش عارف أنت داخل على إيه. كل سؤال بتسأله بيوفر عليك ساعات ويمكن ايام من المذاكره الغلط. اتعلم من الاخطاء اللي سبقوك عشان ما تغلطش غلط اللي قبلك غلطوا قبل كده، اغلط انت غلطات جديده يا عم وبكون سبب في تعليمها للي جاي بعدك. ولو انت لسه داخل كليه طب، احفظ الفيديو ده وارجع له بعد اول ميد، تكتشف انك اكتر حاجه كنت محتاجها ان حد يقول لك تبدا منين. لو عايز حد يختصر لك الطريق تابعني، لان ده المحتوى اللي كنت اتمنى الاقيه وانا في اول سنه في الكليه.